الفيدرالية الديمقراطية بدأ جلالة الملك محمد السادس نصره الله الجزء الثاني من الجولة الإفريقية التي قادت العهد الكريم في مرحلتها الأولى إلى رواندا وتنزانيا والسنغال. ومن شأن هذه الزيارة الموصوفة هنا بالعاصمة أديس أبابا بالتاريخية أن تعطي انطلاقة قوية للعلاقات المغربية الأثيوبية التي كانت دوما علاقات احترام وتقدير متبادل. كما تعلمون تجمع بلدان علاقات جيدة وتحدوهما رغبة للدفع بها قدما إلى الأمام انطلاقا من مقاربة رابح. ومن هذا المنطلق يستفيد كل من المغرب وإثيوبيا من آفاق واعدة، وخاصة من خلال تقوية الاستثمارات المغربية في الجمهورية الإثيوبية، علما بأن بلدنا وجهة جيدة لرؤوس الأموال. وأعتقد أن العمل سويا من شأنه أن يلعب دورا محوريا في إنعاش الاقتصاد والرفع من وتيرة المبادلات، وبالتالي دعم العلاقات الثنائية. تعول الدوائر الرسمية والفاعلون الخواص والأوساط الشعبية الأثيوبية على المملكة المغربية لمواكبة جهود هذا البلد الإفريقي في تحقيق أهدافه في التنمية، وتسود القناعة بأن المغرب وأكثر البلدان أهلية للعب هذا الدور، خاصة في ظل إرادة ملكية قوية وراسخة تضع إفريقيا في صلب الأولويات. شرف كبير لنا أن نستضيف المغرب هنا في إثيوبيا، فعلاقاتنا تتسم بالقدم والعراقة. نشكر جلالة الملك ملك المغرب لما يقدمه من مساعدة لنا وللقارة الإفريقية برمتها. نقدر المغرب وما يسعى إليه من استقطاب الاستثمارات لفائدة القارة الإفريقية. everything towards the betterment of Africa. أنا جد فخورة بعلاقة بلادنا مع المغرب الدولة العربية الشقيقة. نعلم أن علاقات جيدة تجمعنا وأن الأمل معقود بالسير بها في الطريق الصحيح. يتضح جليا من مسار العلاقات بين البلدين المغرب وأثيوبيا أنهما يسعيان معا إلى تطوير ما يجمعهما من روابط بما يخدم مصالحهما المشتركة. وفي أكثر من مناسبة عبر البلدان عن إرادتهما الأكيدة في إعطاء مضمون قوي لمفهوم الشراكة يراعي مصلحة البلدين ومسؤوليتهما تجاه القارة. ومن موقعها الوازن إقليميا وعربيا ودوليا تواصل المملكة المغربية تحمل مسؤولياتها المنوطة بها على الوجه الأكمل، سواء على الصعيد الثنائي مع البلدان الإفريقية باعتبارها جارا قاريا يؤمن بقيم التضامن والتآزر ومردودية الشراكة بأبعادها المتعددة، أو على الصعيد الدولي باعتبارها شريكا يتوخى استتباب الأمن والسلم في المنطقة والعالم.